السلام عليكم ومبروك عليكم رمضان. اليوم تنايا بحالي بحال الشعب العربي كامل. أصبحت تالفة في أول نهار ما عرفت منين نبدأ. اليوم ما شاء الله الجو جميل وشاعري. جيراني كاع ناشرين حوايجهم، قلت أنا نشر واخا غير ناشفين نشرتهم. المهم حطيت الفراش يتشمس ودخلت الكوزينة، ما عرفت ما ندير. حليت الثلاجة لقيت بطاطا والسبانخ اللي هما سبيناتشي، درت بطاطا تسلق ودرت السبانخ يطيبوا غير مليحه وزويته، وقلت ندوز للصالون نبدا بيه. هو صباح مرون ما عرفتش منين نبدا. قلت نحول الطبله الكبيره بالصغيره باش يلا تكفى ليا الجيش الانكشاري. طبعا نوريكم هذه انا كنستعملها في التنظيف، كتخلي الريحه زوينه، هي ديال التصبين ولكن انا كندير هذوك الحبيبات في الماء. وحتى الزيف باش كنخدم هو هذا راه زوين، وخا هو غالي غتشريو باكيه غتبقى لكم العام كامل فيها 4 بلا من قوه الزيوفه والشراوط وداكشي، غير تضيع الفلوس وما تيصلحوش دغيا تيتقاداو. كملت التنظيف وتلفت مع مخادي، بقيت فين ما كيعجبني شي شكل كنشري تما بقيت لقيت فين نحطهم، يعني كنحط شي فوق شي تيحن الله. من بعد ما تجريت مع ديك الطبله وحولتها وحلت ليها حتى في الناب، نخمم في الزواق ونخمم في النظافه. قلت الناب خاصني كل نهار نصبن، اللهم ندير لهم بلاستيك. ايوا خممت عييت وفي الاخر قلت ماشي مشكل، النهار الاول ندير الناب حتى من بعد ونحيدو. صافي من بعد ما ساليت الحانوت ديالي بغيت نقول الصالون حيت هو راه ديتو بحال الحانوت، من كثرة فين ما نشوف شي حاجه كتعجبني كنشريها، حتى ما بقيت لقيت فين نحط. بغيت كنحط شي على شي، غادي نخليه يتعطر. هذا الركيين ديال القهوه، دابا الماكينه ديال القهوه شاده عطله، تيفوت رمضان ان شاء الله. قهوه الصباح. صافي هذا الجزء الثاني ديال الحانوت. هنايا حطيت فيه الصواني والكيسان لان الصراحه كثروا بزاف لداخل ما بقى هز والو، وليت كنحط على برا. اللي بغات تشري تراسلني نبيع ليها، مرحبا بكم، غندير لكم التخفيضات ديال رمضان. ايوا نسد ونمشي نرجع لساحه المعركه في الكوزينه. ايوا اش غنقول لكم، هذيك البطاطا اللي درت تسلق غندير بها السلطه ديال البطاطس مع الاخطبوط، غنديرو يتسلق مع شويه الماء ومع المرق ديال الخضر. ما كنشري الصراحه ديال اللحم والدجاج وداكشي، ما خصوصا اللي في اوروبا كيعرفوا انه ماشي حلال. كناخذ هذا الفيجيتال اصحاب صحي وماشي صحي، تقدروا تستغناو عليه وديروا غير طريفات ديال الخضره للسليق. غادي ندوز نصاوب الورقه باش نعمر فيها هذاك السبانخ اللي كنوجد. الورقه هذه كندير 2 كيسان ديال الفرينه و2 كيسان ونص ديال الماء والطريقه ديال الملح، كنطحنهم مزيان وكندوزهم في الصفايه. يعني هذه غير الصراحه ماشي ديك الورقه اللي مزيانه، غير البديل ديال الورقه، غير اللي بغى يديباني راسو وصافي. اما باش نقولوا عليها ورقه بحال اللي ديال البسطيله الاصيليه راه ماشي بحالها، راه لا علاقه. حتى في القلي ديالها منين كتقلى دغيا كترخم، ما كتبقاش مقرمشه. ايوا غنسلكو ونعديه وصافي. خصوصا حتى مع الفرينه اللي ولات في هاد البلاد هي عيانه مساعده على الوضع. دابا غادي ندوز ندير البطيبيطات ولا المخميرات ولا شتي تقولوا ليهم. درت نفس القياس ديال الفينو، نفس القياس ديال الدقيق الابيض اللي هو حنا تنقولوا ليه فرينه ولا الفورس. ودرت الملحه، لا درت يا ربي السكر مع الخميره، لان الملحه تنديرها في الاخر باش تخليهم يتفاعلوا. ودرت الدواء ديال الخبز اللي مكونات ديالو فيه الفوه وفيه الخرقوم وفيه باللعمان وفيه هذاك الورود اللي تنجمعوا ديال فصل مارس. اللي ما عندهاش دير غير الخرقوم مع واحد الطريقه ديال البزار باش يتفاعل، راه مفيد بزاف للكبار والصغار. العجينه خاصها تكون بحال هكا خفيفه. نخليه يرتاح ونرجع لداكشي اللي خليت. هنا من بعد ما السبانخ طابوا كما قلت لكم درت فيهم غير شويه ديال الزيت الزيتون وشويه ديال الملح وشويه البزار فقط لا غير، وشويه الثومه. نسيت الثومه، اللي عنده هذيك اليابسه يديرها، اللي ما عندوش يحك واحد الريس صغيور باش ما تجيش الريحه قاصحه. وخلطها. خاص هاد العماره تكون واجده قبل ما نبدا نطيب هذيك الخليط ديال الورقه، باش الورقه اللي صاوبتها نطويها بلا ما ندهنها بالزيت، لان هي اصلا كيف ما قلت لكم كتجي راشيه، وإلا دهنتها بالزيت غادي تزيد ترشا وغادي تبدا تقطع. اللهم كنخدم بهاد الطريقه هادي، كل ورقه تنخدمها تنعمرها وصافي. وهي راه كتجي ساهله في الطويه، ما كتحتاجوش تلصقوها بالماء والفرينه، هي لاصقه من عند الله مسكينه، هي تتلويوها وتتلصق.
هي كتجي على هاد الشكل هذا. هي راه في الملمس ديالها وفي المنظر راه كتجي زوينه، غير هي في الماكله راه ماشي شي حاجه بحال الاخرى. دابا غادي ندوز للمخ. اللي ما كيعجبهمش المخ راه غير يجربوه، راه زوين وبنين. غادي ديروا فيه بصيله مقطعه رقيقه ولا مشلضه، القزبر والمعدنوس، تويمه ولا صوص ديال المطيشه. بالنسبه للتوابل كندير الكركم اللي هو الخرقوم، شويه سكينجبير والملحه والكمون. الثومه ضروريه بزياده، كتجيبو بنين بزاف. دابا غادي ندوز للكيك. هذا درتو في النهار الثاني، لان هادشي اللي كتشوفوا راه ما درتوش كله في نهار واحد. راه دوك اللي تيقولوا لكم هادشي كله في نهار واحد راه اما عندهم العوين، اما شي حاجه ماشي هي هذيك. شي حاجه صافا، لان ما يمكنش انسان عادي يدو غير بوحدو وعنده التربيه وعنده الدراري وعنده الخدمه يقدر يدير هذاك الشيء كله. وحتى بالنسبه للماكله راه ما غاديش نقدروا ناكلوا ديك الكميات كبيره الا ما كانتش الدار عامره. حنا كنعرف اغلبيه ديال الناس في اوروبا الغالبيه عندهم كاع الماكسيموم 2 3 في الدار، يعني غير شويه راه كافي. بالنسبه لهاد الكيك غادي نديروه في المول الطويل، هو كيجي زوين بزاف وما كتحتاج ليه كاع الضراب هذاك الباتور. كنخدم غير بهذا اليدوي. كندير 2 بيضات وكاس ماشي عامر ديال السكر وكاس ماشي عامر ديال الزيت. طبعا ديما المساند الرسمي لكاس العنبه هو باش كنعبر. عندما كتشوفوا معايا الكاس ما غاديش نعمرو حتى الفوق، بحال كتقولوا 3/4 ديال الكاس. صافي ونزيد نخدم غير شويه حتى تداخل العناصر. ماشي ضروري ديروا فيه مجهود كبير باش يطلع. لا بغى يطلع راه غادي يطلع بلا مجهود. من بعد ما درت الزيت غادي نزيد العصير ديال الحامض. درت عصير ديال حامضه كبيره. اللي بغى يدير حتى القشره يديرها. انا الصراحه ما بقيتش نحك في القشره، درت غير هذوك الحشوف اللي تيبقاو في العصير، حيدت منهم العظيمات ودرتهم. طبعا راه درت كيس ديال الفانيليا، وغادي نديرو ياغورت ولا حنا كيما نسميو المغاربه دانون. كلشي عندنا دانون. درت هذا النكهه ديال المشماش. ديروا اي حاجه، المهم ما ديروش هذاك الطبيعي المسوس اللي ما فيهش السكر، راه ما تيطلعش الكيكه، كيجيبها لاصقه. واحد المره زغبني الله وكان عندي بغى يتقادى ليه تاريخ الصلاحيه وقلت ندير به الكيكه، صدق لا هو لا الكيكه. صافي دابا غادي ندير الدقيق الابيض اللي هو فرينه. كنغربلها ما والو ديريكت. كندير 3 ديال الكيسان. لاجين ديال هاد الكيك ماشي بحال هذاك اللي كنمرفين تنديرو خفيف. هذا تيجي شويه شاد فراسو، كيجي عاقد. بالنسبه للخميره درت كيس ونص من فئه ديال 15 غرام، يعني اللي عنده ديال 800 غرام يريقل خاصو يدير 2.5. هذوك ديال الالزا الحمرين اللي تيكونوا في المغرب. الخميره بعض المرات تلقاوها ولات حبيبات ولا هكا فاشي مكركبه. واحد شويه من الافضل هي اللي تدوزوها في الشبيكه، تغربلوها واحد شوي باش ما تبقاش ليكم. راه ما كتحلش الا ما تغربلاتش. الا كانوا فيها الحبيبات، الا ما كانوش ماشي ضروري. شو انا راه كنخدم في الكيكه راه غير هذا حفظ الله. كنت غادي نلحس دانون فينا ديك القاعده ديال الحيس، ما كانتش فيا، ما عرفتش منين جاتني. على شوي تفكرت راسي صايمه. صافي بالنسبه للدهين الناس كيدهنوا بالزبده، انا راه كندهن غير بالزيت. راه ماشي ضروري الزبده، حتى الزيت راه مزيان. غير المهم ديك الطبقه ديال الفرينه تكون غليظه. شتو الخليط كي داير كيجي ثقيل. من بعد ما غادي ننزل الخليط كامل، نحاولوا ما نقيسوش الجناب باش ما يجيوش دوك الحبيبات اللي كيتحرقوا تيطيبوا ملوين وتيتحرقوا. الفران طبعا ما كنشعلوش من قبل، كنخليه بارد وكنشعلو غير من التحت. هو الكيك ديالي جا زوين وطلع، ولكن كان خاصو يطلع اكثر من هكا. غير ما قلت لكم التبوقيله ديال اول الصيام ديال اول نهار والواحد دايخ ما عرفتش كيفاش جرى ليا، شعلته من الفوق والتحت. فملي كنتعلي الفوق والتحت هذيك الطبقه كتحمر من الفوق، ما كتخليش الكيك يطلع. ردوا البال ديما غير لتحت حتى كيطلع الكيك عاد كنشعلو الفوق. انا هنايا من حدو باقي سخون كندير ليه كونفيتور باش يتشربوا احسن من الا خليته يبرد. وزينو باي حاجه بغيتو. انا لقيت عندي هاد الكرانولا كنت شريتها تقريبا، درت بها شي حاجه ما بقيتش عاقله كاع شنو هي. المهم راهي نفعاتني. درتها عليه من الفوق
ولقيت عندي هذاك اللويمين الصغيور الحامض اللي ما تيتكالش، جابو عمكم عنتر، بقى تيتلوح عليا من جهه لجهه، قلت راه نزوق به وحاولت ناكلو. الصراحه مبغاش يتكال ليا، قلت نجربو عصير وخفت لا يجيني مار، قلت راه ندير به غير الديكوراسيون. ايوا الكيكه هو وجد. من بعد اليوم غادي نقترح عليكم واحد المقبله زوينه راه كتباع. الناس ديال ايطاليا راه ولا في اوروبا راه تتباع في ليدل، سميتها الحمص. ماشي زوين بحال هذا اللي كتصاوبوا في الدار وكيتقام عليكم حتى رخص. باش تصاوبوا هذا خاصكم يكون عندكم حميمصات. انايا غادي نخلي واحد شويه للتزيين. الحمص ديال الحك الا ما كانش راه غادي تسلقوا الحمص، المهم انه يكون مسلوق مزيان هاري. وغادي نضيفوا العصير ديال الحامض، وغادي نضيف 2 ضريسات ديال الثومه، وغادي نضيف الطحينه اللي هي راه كتلقاو عند الزر تقريبا. هاد القرعه دايره 4.50 €، راه كتبقى لي العام كامل. كناكلها حتى في الصباح مع هكا الخبز الطوست والكونفيتير، كتجي زوينه وراه صحيه بزاف. حتى اللي ما كيبغيش الحلاوه، بغى شي حاجه ما يدير الخبز الصباح، راه هذه مناسبه جدا. كنديرها في الزعلوك وتنديرها حتى في ماشي الزعلوك ديالنا ديال المغرب، بطريقه اخرى طبعا ما تكونش فيه مطيشه. وكتصلح في هذه ضروريه في هذه الوصفه ديال الحمص. المهم غادي ندير منها 2 معالق، وغادي ندير زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل كنديروا الكمون والتحميره. انا ما درتش الملحه لان داك الحك ديال الحمص كيكون ديجا ملحينو. ها هو الخليط من بعد موجود، كتجي بنينه بزاف وغنيه بالبروتين، وكتصلح حتى مرافق المشاوي. الا كنتو دايرين القطبان ولا البستيكه ديال الدجاج ولا هذه، راه كتجي معاهم زوينه. بصراحه انا ولادي كاع تياكلوها كتعجبهم. الا حطيت الا صاوبت هذا الحكم ما تيبقاش، كنحطه في مره واحده تيتكال. وطبعا كالعاده لفتح الشهيه التزيين ضروري. هاد الحمصات ما بغاوش يطيحوا، طاحوا كلهم في جهه واحده. معليش غادي نعاودو نوزعوهم، كل وحده نحطوها في بلاصتها. غادي ندير رشيشه ديال الفلفله حاره، وهي ما كتحررش، غير رشيشه، غير الديكور. اللي ما بغاش يدير الحار يدير غير التحميره ديالتنا العاديه، رشيشه من الفوق ورشيشه ديال الكمون، شويه المعدنوس ولا القزبر على حساب اللي متوفر، وطبعا واحد الخويط ديال الزيت من الفوق. طبعا زيت الزيتون ماشي الزيت الرومي. القرعه تقادات، معليش دابا نعاود نحل واحده اخرى ونزيد فيها لان ضروري عليها زويته من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نديوها نحطوها ونرجعوا. دابا ندوزو لفقره العصير. كاينين بزاف ديال البنات كنشوفهم تيقولوا العصير مجاني زوين، مع انه كنقولوا حنا راه هو من ابسط واسهل ما يكون. لاصوص فيه راه غير بسيطه، انك ما تخلطيش اكثر من 2 ديال الفواكه. وديما البنان مساند رسمي، فين ما تبغي ديري شي حاجه ضيفي على هذيك الماء وزاتو، كتختر العصير وكتخليه متجانس. وطبعا العصير ما طحنوش قبل بوقت كبير لانه تيتاكسد ولا تيتغير ليه لونه، ولا تيتفصل كتلقاه طلع الكسكوشتو الفوق والعصير بقى لتحت، وتتلقاي الماء عاوتاني لتحت. اللهم خليو اخر مرحله البغرير هو تيطيب. دابا غادي ندوز نقلي لانني في الوقت بدل الضائع. وطبعا فينا واحد القاعده خايبه، خاص كلشي يكون سخون، هذه راه مستحيله. كنحاولوا نديروها على قدر الامكان، وكنهلكوا روسنا وكنبقاو نتجاراو في اللحظات الاخيره باش كلشي يكون ليهم هما هذوك اللي تيجيو يجلسوا في الطبله، بلا ما نقول شكون هما باش ما يتقلقوش رجالتكم ولادكم بناتكم هذوك اللي ما تيعاونوكمش. حنا كنتهلكوا كنجريو في اخر لحظات. طبعا هنا بقى المغرب دقائق قليله، تقريبا 2 دقائق. عاد درت الكبيده كتشوى، ما غاديش نبقى نشحر فيها مع البصله وداكشي. غادي ندير لها الطريقه السهله. طبعا رشيشه ديال الملح والكمون اللي تيبغيه. انا ما تنبغيش فيها الكمون، تندير البزار. هكا كتجي صحيه بزاف وزوينه، غير تشويحه بسيطه ما تخليوهاش حتى تقصاح. هذا المطلوع ديالنا ديال الدواء اللي درت فيه زبيده وعسيله. ولدي مديدي زعما كيعاونني هو حتى كنوصل انا عند الطبله عاد كيحاول يعاون. المطيليات درت ليه صغيورين. هذيك هي السلطه اللي درت بالاخطبوط مع البطاطس. هادو البغيريرات. هادو طبعا كيف ما قلت لكم راه الطاوله ديال يومين متتابعين، ماشي كلشي درتو في نهار واحد.
ايوا بالصحة فطوركم، وكنتمنى ان الاقتراحات يكونوا عجبوكم وتجربوهم. الى اللقاء في وصفات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.